مهزله ماتش الاهلي وانتر ميامي. ممكن الاهلي كان يبقى وحش النهارده ويكسب ويجيب جول، وممكن كان يبقى احسن من كده ويجيب جول. لكن اللي مش معقول مرقعه المدرب مع اللعيبه. نمسك المدرب. كوكا انت شفت منه ايه عشان تلعبه وناحيه بيميل عليها ميسي، وما رضيتش تجدد لعلي يعني مثلا تاخد قصدي معاك علي معلول وكريم الدبيس ما لعبتهوش ولا حتى مصطفى العش. بأمارة ايه انت بتلعب حمدي فتحي مع مروان عطيه؟ الاتنين بيخبطوا، كان بيخبطوا في بعض. بأمارة ايه اللي انت ما استعنتش بأليو ديانج ينزل الماتش؟ بأمارة ايه انت شايف طاهر محمد طاهر احسن من لعيب كوره زي اشرف بن شرقي؟ انا هقول ان انت نزلت زيزو اللي تسبب لك في بلانتي وكان لعيب خطر، وطلعته بسبب اللي انت ممكن تقول لياقته لسه ما جابتهوش يلعب الماتش كامل، مع ان انا شايف ان هو لو رجله مكسوره احسن من حسين الشحات. بأمارة ايه نزلت قفشه؟ هعمل له فيديو لوحده قفشه ده ان شاء الله. بعد توفيق ربنا من اكتساح في الشوط الاول كان ممكن بكل بساطه الاهلي يخسر الماتش. عايز احكي موقف بمناسبه بلانتي تريزيجيه. كان الاهلي بيلعب قبل كده زمان ايام الزمن الجميل، احمد بلال كان كابتن الاهلي. فكان اللي بيشوط اول واحد في الفرقه تريكا، تاني واحد شادي محمد، التالت احمد بلال. فبلال ما كانش بيشارك كتير، فجه ماتش كان في المتناول اتحسب بلانتي للاهلي وكان كاسب. حط الكره وجابها جون. ما بين الشوطين جوزيه قال له انت ما انتش نازل تاني وهعمل عليك عقوبه. بيقول له ليه واتخانق معاه؟ قال له لان انت كان ترتيبك مش اللي انت تشوط البلانتات. واتخانق مع اللعيبه الاثنين اللي سمحوا له اللي ياخد الكره ويجيبها بلانتي. وسام ابو علي هو اللي بيجيب البلانتات. ما ينفعش لعيب لسه جاي تاني ماتش وشايف نفسه على الاهلي، لان الاهلي بيلعب بطوله افريقيا بمجهود ناس تانية ما كانش تريزيجيه معاه، ويجي هو ويعمل وعايز ياخد اللقطه في الاخر ضاعت. وضاع معاه نقطتين ممكن كانوا في الاخر يفرقوا مع الاهلي ان هو يصعد. الاهلي خد مليون دولار على الماتش ده، ولو كان كسب كان هياخد 2 مليون دولار. ده غير ان هو كانت هتساعده على الصعود. ماتش في المتناول، بورتو والفريق التاني البرازيلي اقوى من انتر ميامي بكتير، وهينزلوا شرسين وعايزين يلعبوا. اداره زفت من المدرب. الكاتشانه بتاعته للعيبه زفت. فاقد الشخصيه وهادي اكتر من اللازم. الناس دي عايزه واحد مسؤول لهم القرباك. مهزله النهارده بمعنى الكلمه. مهزله من قفشه. اللعيبه اقل من الاهلي بكتير. صنعته الصدفه في ماتش تاريخي، لكن هو اقل من الاهلي فعلا. حسين الشحات، في مثل بيقول ديل الكلب عمره ما يتاوي ما يتعدل، وده فعلا مثل حقيقي وينطبق عليه. طاهر محمد طاهر، في حاجه اسمها دي لعبه كره القدم. كره القدم اللعبه الوحيده اللي ما حدش بيعرف يتعلمها، والله العظيم اي لعبه في الدنيا الواحد يعرف ممكن يتعلمها، سباحه طايره يد ايا كان. لكن الكره دي بالذات سبحان الله ما حدش بيعرف يتعلمها، وده لاعب ما بيعرفش يلعب كوره. ما تقوليش اصل هو مجهوده حلو، هتجيب واحد من الشارع كده مفوح هيجري زيه احسن منه كمان، وقول له هديك 10000 جنيه في الشهر. الناس بتشتغل 3 شغلانات عشان حاجه زي كده. تمام، فهو مش احسن من الناس. مهزله مهزله فعلا. وانا عند رايي ان الاهلي ما استعدش للبطوله دي كويس.